رأسه. يلا طارق بوفليح، الصور الخاصة هكذا وصل النجم العالمي طبعا سعيد زيارة خاصة إلى مسقط رأسه، هكذا كان الاستقبال في بجاية طبعا، وإلى مسقط رأس الوالد هكذا. صح. من قبل كنت نتكلم مع مدينة بوجديد قرية الخزر، فوالا كنت نتكلم مع صديق قلت له عندنا واحد الشيء سي كومون اسي سبيسيال، شيء غير عادي كي تشوف انه الجزائر مع بنزيما ولا زين الدين زيدان ولا حتى كيليان امبابي من فرعون عندهم شويه كما نقول لك شويه هذا الحس الجزائري، هذا شغل عندهم اصول جزائريه. طبعا نتكلموا على لاعبين كبار، زين الدين زيدان ما ني با بريزونتي، بنزيما وحتى كاين امبابي اللي يقدر يلتحق في الساعات المقبله بريال مدريد. استقبال رسمي طبعا لكريم بنزيما كان هكذا في بجاية، استقبله بالورود وبهذا الحضور الكبير المتميز من والي ولاية بجاية. ايضا طبعا قلت بنزيما اللاعب العالمي الكبير الذي حمل الوان ريال مدريد. اليوم النهائي شافوا هنا في مدينه وهران لانه تنقل، سيقضي اياما هناك في وهران وسيحضر مباراه الجزائريه ان شاء الله. نعم كريم هو صح اسطوره تاع كره قدم. وهذه الصور من قرية إغزر هكذا تسمى في بوجليل، هنا مسقط الوالد زارها الجد، مسقط رأس الجد طبعا إغزر بمدينة بجاية بوجليل. الفرصة للكثير من عشاق كريم بنزيما، وكم هم كثيرون من يعشقون الريال. وهناك طارق كيف بزاف لا والله شيء رائع جدا، فرصة لهذه الناس اليوم صراحة. هذه البراءة هذه تواجد أيقونة مثل بنزيما يا أخويا يعطيه الصحة. نستمع إلى تصريحات إذا كانت جاهزة طارق بوفليح لولي ولاية بجاية وكذلك كريم بنزيما الذي قلت بأنه سيحضر المباراة المقبلة للمنتخب الجزائري أمام المنتخب الغيني هنا في ملعب نيلسون مانديلا يوم الخميس المقبل، وهي مباراة تنقل إذا فعلا طارق بوفليح تنقل إلى مدينة وهران ويختم الزيارة هنا بالعاصمة مع المنتخب الجزائري. التصريحات إذا جاهزة. النجم العالمي الجزائري كريم بنزيما الذي يقوم بزيارة إلى الجزائر وإلى ولاية بجاية ويحضر معنا ويشاركنا فرحة الاحتفال بتحقيق الصعود للقسم الوطني الأول لكرة القدم فريق أولمبيك أغبو. إنني جد سعيد اليوم وأنا أشارك شباب ومواطني بجاية هذه الفرحة التي صنعها فريق أولمبيك أغبو بهذا التألق التاريخي في افتكاك الصعود إلى القسم الوطني الأول لكرة القدم بكل جدارة واستحقاق. إن هذا الاستحقاق الذي حققتموه قد جعلكم تحظون بتقدير وتهاني السيد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، وهو ما يزيدكم فخرا واعتزازا بأن جهدكم طيلة عام كلل بالنجاح الباهر المستحق، وهو دليل على أن الشباب الجزائري له من العزيمة والإرادة ما تجعله يحقق الانتصارات المختلفة وفي كل الميادين. Reçu beaucoup de joie parce que c'est la première fois que je viens en Algérie à Béjaïa, donc très content. Et on va voir parce que je vais continuer, je vais aller voir ma famille, donc je suis très content d'être ici, partager un moment avec tous les Algériens, donc c'est que du bonheur. Est-ce que Benzema il va regarder le match d'équipe nationale le 6? Ouais, Inch'Allah. S'il vous plaît, une déclaration pour l'équipe nationale. Bah, j'espère qu'ils vont faire un bon match et qu'ils vont gagner. Donc c'est le premier match que je vais regarder en direct. Donc j'espère qu'ils vont gagner. Du bonheur. Monsieur Benzema, étant donné que vous êtes ici à Bjaïa, on va mettre à chaque fois que nous avons des invités d'honneur. كل العفوية التي اعتدنا عند كريم بنزيما. وطبعا